دلوقتي بنعمل مكرونه في الفرن جميله جدا جدا جدا، تطلع زي الزبده، ويا ريت تجربوها باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الميه بتغلي، هنحط ملح، بعد كده نحط نقطه زيت، نقطه مش اكتر. بسم الله. بعد كده بننزل بالمكرونه بتاعتنا. بننزل بالمكرونه بتاعتنا شويه شويه. بسم الله بسم الله. مكرونه مختلفه ان شاء الله هتعجبكم كتير. بسم الله. نزلنا بالمكرونه وما تبقاش مستويه على الاخر، تبقى نص نص عشان لسه هتاخد سواها في الفرن. معصجه لحمه مفرومه، طبعا حطيت لها كل التوابل، حطيت بصل ولحمه مفرومه بتاعتنا وسمنتنا البلدي وكل حاجه. بس دايما المكرونه في الفرن بتحتاج فلفل اسود زياده، هنحط لها فلفل اسود زياده. مره تانية باذن الله هوريكم انا بعصج اللحمه ازاي. بهارات برضو زياده. بسم الله. بحط بهارات زياده كده. طبعا انا حاطه قرفه كمان. بسم الله. دلوقتي انا ضربت الطماطم في الخلاط وبنزل بالراحه كده عشان تتعصج معاها. وباخد من ميه سليق المكرونه، بحط بس 3 معالق منها، بتدي لها قوام جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه بنسلق المكرونه تقلبتين كده بس، بنسيبها بالظبط 12 دقيقه مش اكتر. بحط 6 معالق دقيق احضرهم، 2 3 4 5 6 احضرهم عشان بحطهم في الزبده والسمنه يتشوحوا، وبعدين بنزل بيهم باللبن تدريجيا. جايبه لبن من اللبان، يعني يفضل انكم تعملوا المكرونه البشاميل بلبن من اللبان احسن، بتبقى فيها زبده اكتر وفيها قشطتها احلى، تطلع اجمل من العلب. انا دول 1.5 كيلو لبن، ده 1.5 كيلو لبن بالظبط. بنصفي المكرونه بتاعتنا كده بالراحه اهو، صفيناها وهنبتدي نعمل البشاميل بتاعنا الجميل. دلوقتي بحضر صينيه بحط فيها سمنه، احطها من تحت سمنه تتغلف مظبوط جدا 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 كده، والمتبقي من السمنه بنزله في الحله اللي هعمل فيها البشاميل. بسم الله. بعمل كده بلفها. دلوقتي الفرشه بتوزع لي السمنه حلوه قوي 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 اهو
كده، وباخد المتبقي واحطه في الايه، في الحله اللي هعمل فيها البشاميل، اهو كده. بسم الله. النتله كده، ونهدي النار عليها، وننزل على طول ننزل على طول بالدقيق. بسم الله. ننزل على طول بالدقيق، ولازم الدقيق يشرب من السمنة، لازم الدقيق يشرب من السمنة كويس كده. نقلبه كده حلو قوي كده كده، لازم نقلبه حلو اهو. اعمل كده اهو. بسم الله. اهو ابتدى يشرب اهو، ابتدى يشرب كده. دي كده يستوي يطلع جميل. لكن في طريقة تانية، نحط اللبن وبعدين نحط الدقيق، دي ممكن حلوة برضه، بس الدقيق هنا بيستوي، هنا الدقيق بيستوي غير التانية اهو كده. دلوقتي اجيب المضرب بتاعي، دلوقتي احط اللبن تدريجيا. بسم الله بسم الله. دلوقتي هنحط اللبن، بسم الله. شوفوا ازاي بيتشرب، ده دليل ان شوربة سمنة صح جدا. بس نحط تاني طبعا. بسم الله. نحط اللبن كده، امسك بايدي الحله الثانيه واعمل انا كده. كل اللي في مضرب البيت ده، كل اللي في المضرب ده هينزل وعادي اهو. اقعد اقلب فيه كده اهو. بسم الله. اقعد اقلبه بالراحه كده. بسم الله. احط لبن تاني، تاخد 1.5 كيلو لبن بالظبط. ده على كيس مكرونه على فكره، مش كيسين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه ربع ملح.
مش اكتر. ونقلب. اللبن بتاعنا دلوقتي انا كنت قافله النار، دلوقتي افتحها على نار هاديه. البشاميل جميل ازاي. انا دلوقتي بعمل البشاميل وسايبه اللحمه مفرومه تتعصب مع الطماطم. نولع دلوقتي النار بسيط عشان يمسك البشاميل تاني. مجرد ان بيشم النار بيتقل اهو. بسم الله. بتاعت اللبن تاني عشان ابتدى يتقل. نحط تاني. هي تعبة في البشاميل بس بيطلع حاجة في منتهى الجمال. بسم الله. حاجة جميلة جميلة جميلة. بحط كمان نص معلقة بيكنج باودر. وفي طريقة ساعات بحط 3-4 بيضات بيض. دي طريقة ودي طريقة اهو. بصوا البشاميل بقى جميل ازاي. بسم الله ما شاء الله. شايفين جميل ازاي بقى. زبدة. بصوا زبدة. بصوا ادي اهو. البقلله دي معناتها ان الدقيق كده يستوي. الدقيق كده يستوي. البقلله دي صح. يبقى الدقيق كده بيستوي عشان ما ناكلش ناكل الدقيق ني اهو. اهو. ساعات ارش نقطه بهارات. مش اكتر من نقطه. دي طبعا البهارات دي طبعا اللي هي 7 بهارات. نحط نقطة فلفل اسود ونقعد نعمل كده. بصوا البقلله دي كلها بالدقيق استوى. بس كده بقفل على النار. بحط نص كوباية لبن تاني. هي كلها لبن. وانزل كده. انا كده مش محتاجه النار تاني. ليه؟ عشان الدقيق استوى كله شرب من بعضه. عشان كده انا بعملها بكيلو ونص لبن. يكون من اللبان، ولبان تبقي واثقه فيه ان هو حاجته حلوه. اللبن يبقى تقيل ما يبقاش خفيف. ولبن جاموسي مش بقري اهو. كده لبن جاموسي مش بقري اهو. كده منظر اهو. على فكرة دلوقتي احنا كده خلصنا البشاميل وهنسيبه يهدى شوية عقبال ما نشوف اللحمة المفرومة بتاعتنا هنعمل فيها ايه تاني.
دي اللحمة المفرومة بتتعصب اهي، جميلة ازاي وريحتها تحفة. واحط بقى بعديها طماطم بيوريه، 3 معالق طماطم بيوريه، 3 معالق طماطم بيوريه. طماطم البيوريه يعني معجون الطماطم، اي بقى نوع انتوا بتحبوه. في الاخر خالص بعد ما الطماطم تستوي مع اللحمه المفرومه في الاخر بنحطها 3 معالق كبار معجون الطماطم. شوفوا بتغلي ازاي وجميله، ريحتها تحفه تحفه. بسم الله. لسه لازم تتماسك عن كده، لسه تبقى تقيله شويه عن كده، ما تبقاش كده. لسه مش دلوقتي خالص. دلوقتي انا سايبه ايه الطماطم البوريه المعجون الطماطم مع الطماطم اللي عصراها في الخلاط مع اللحمه المفرومه، العصاق كله في بعضه لغايه ما تبقى تقيله عشان نعرف تبقى حلوه من الطماطم الفلفل المكرونه الفلفل. بصوا لسه مش هي دي السمك اللي انا عاوزاه، تمسك شويه كمان. دلوقتي حطينا طماطم معجون الطماطم على الطماطم مع اللحمه المفرومه العصاج، وهي ابتدت تتقل اهي. نسيبها لغايه ما تتقل. بصوا ابتدت تتقل ازاي. انا عاملاها بالزبده الفلاحي مع شويه زيت عباد شمس عشان يبقى طعمها جميل، لكن زيت كامل لا، زبده فلاحي مع زيت عباد الشمس نقطه كده عشان الزبده ما تتحرقش وتبقى في منتهى الجمال. جربوها بالطماطم والصلصه شوفوا هيحصل ايه. دلوقتي نزود ملح بسيط. ليه؟ لان المكرونه البشاميل بتاخد ملح زياده عشان المكرونه. بصوا ابتدت تبقى، بصوا اهو هو ده التقل اللي انا عاوزاه اهو. بصوا هو ده التقل اللي انا عاوزاه. تنزل كده تقيله اهو. شوفوا كانت خفيفه ازاي وبقت تقيله ازاي اهو. هوريها لكم تاني اهي. بس كده نقفل عليها بقى ونهديها. دلوقتي بنزل المكرونه اللي انا صفيتها هنا كده بالمنظر ده، بفكها شويه من بعض اهو كده. شوفوا بعمل ايه، وبنزل بنص البشاميل كامل. دلوقتي انا بفتح الفرن عشان يسخن. دلوقتي بنزل بنص البشاميل على المكرونه، نص البشاميل. وامسك بقى كده معلقه كبيره، اروح مقلبه بقى. بصوا اروح مقلبه كله اهي كده. بصوا كله لازم تتشرب كلها بشاميل كده، تشرب جامد بشاميل. بصوا مش تبقى جميله كده من تحت لفوق، لكن مش من النص كده، من تحت لفوق. من النص تتكسر عشان يبقى ليها برستيج، من تحت لفوق كده. دلوقتي بنزل بنص المكرونه في الصينيه اللي حطيت فيها السمنه كده. لازم تغطوا تحت كويس جدا عشان ما تتحرقش. ادي كده. بسم الله.
افردها تبقى مظبوطه كده. اهو بصوا كده متشربه، كل المكرونه متشربه بشاميل. تطلع بقى زبده، تاكلوا مكرونه زبده كده. في ناس ما بيعملوش كده، بس يا ريت تجربوا طريقتي دي، هتدعوا لي. ماما الله يرحمها كانت بتعملها كده، وجدتي. ممكن اخد حته مكرونه كمان احطها كده اهي. يبقى ايه، متحطش مكرونه كتير، حاجه بس يعني بتبقى ايه، رصه واحده، ما يبقاش مكرونه كتير، رصه واحده. بعدين بنزل باللحمه المفرومه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما حطينا نص المكرونه فردناها، نيجي نعمل كده من النص كده كده. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ازاي بتاخد لحمه مفرومه، طماطم فيها جميله كده كده. اقعد احط كده، بعدين اروح فردها بقى. ما بس ايه، ما توصلوهاش لغايه الصينيه كده عشان ما تتحرقش كده. بصوا كده اهو. الحته دي عاوزه حته كمان اهو، بهذا المنظر. بصوا بهذا المنظر. معلش انا اكله ساعد، بس عدلت في الحله تاني اهو كده. بصوا كده عملناها كده. بعد كده بجيب مكرونه بقى المتبقيه، بحطها ايه في النص التاني كده كده، وافردها كده، افردها افردها. امسك بقى المعلقه كبيره وافردها بيها، اغطي بيها لحمه مفرومه بس كده، اغطي بيها اللحمه المفرومه كده كده. يا سلام على الجمال، بسم الله ما شاء الله. بعد كده بسم الله اجيب نص البشاميل اللي انا سبته، وهاجي احطه على المكرونه. بصوا دلوقتي اجيب كده عشان تتوغل في كل الصينيه، تتوغل في كل الصينيه كده.
البلدي اللي من عند الراجل هو ده اللي يتعمل بيه البشاميل. غير كده بيبقى البشاميل خفيف ومش حلو. بصوا ازاي قشطه قشطه بألف هنا وشفا. يا رب تجربوها وتعملوها. بصوا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اعمل كده عشان تتوغل اهو كده. بصي اي مكرونه بخبيها كده، اي مكرونه بخبيها. نجيب بقى ايه نقط سمنه كده كده زي ما انتوا شايفين كده، نقط عشان عامله كل حاجه حلوه قوي. ساعات بحط فيها بيض وساعات ما بحطش فيها بيض، بس جربوها كده من غير بيض جميله جدا اهو. لما تطلع كمان هتشوفوها باذن الله هتعجبكم. كده معلقه سمنه متوزعه. سخن احطها في الفرن سخن كده، واسيبها بقى ايه ساعه الا ربع، من نص ساعه لساعه الا ربع. اقعد ابص فيها كل شويه. ساعه الا ربع خلاص، وبديها 3 دقايق من فوق عشان تبقى مقمره وجميله كده وبألف هنا وشفا. دلوقتي بعد ما طلعناها من الفرن نسيبها تهدى. ممنوع تقطعوها، ممنوع تقطعوها. الرحمن الرحيم. دلوقتي طلعت من الفرن، شايفين هديت شويه. دلوقتي هنقسمها. لسه سخنه برضو. ريحتها فظيعه كأنك زبده. دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين شكلها تماسك ازاي، وزبده. شايفين جمالها. بالهنا والشفا. متنسوش الاشتراك واللايك، باذن الله تعجبكم. بس جربوها هتعجبكم قوي قوي قوي. بألف هنا وشفا. ميرسي.